السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ صباح الفل عليكم وعلى كل الاهلاوية، وان شاء الله ان شاء الله النهارده نفرح باذن الله كلنا بعد الماتش. الاول كده اكلمكم على الجو. هنا الجو تلج جدا هنا في الانطره، بس اديك شايفين السكيمو اللي انا المنظر اللي انا فيه. بس عايز اوجه رساله في الفيديو ده، وريت كل يعمل المشاركه للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ويوصل يا ريت يوصل للعيبه ده لو شافوه يعني. ما اعتقدش ان هم شافوا الفيديو ده قبل الماتش يعني وكده. بس عايز اوجه رساله ليهم، يا ريت يا ريت تنسوا اي فروقات ما بينكم وبين ريال مدريد، وانسوا الضغط وانسوا اي حاجه ممكن تعطلكم عن ان انتوا النهارده تعملوا نتيجه. ان شاء الله مش هنقول تعملوا نتيجه، ولكن تعملوا اداء يفرح جمهوركم بيكم. احنا النهارده مش عايزين منكم نتيجه، احنا عايزين منكم اداء. احنا عايزين نفرح وننبسط بالنادي الاهلي قدام ريال مدريد، بطل القرن الافريقي ضد بطل القرن الاوروبي، عشان نقدر نفتخر بيكم بعد كده. ومعلش يعني الجيل اللي قبل كده وانتوا كمان علمتونا ان الاهلي معهوش مستحيل، وقبل كده احنا يعني بامكانيات قليله قدرنا نكسب ناس بامكانيات اعلى مننا بكتير. فيا ريت يا ريت شيلوا الضغط من على رجليكم ومن على دماغكم ومن على جسمكم عامه. شيلوا الضغط، لان الضغط يا جماعه هو اكبر حاجه بتلعب ضد اللاعب. لان الضغط ده هو اللي بيأثر على حركتك، هو اللي بيأثر على ذهنك، بيأثر على العضلات بتاعتك انها ما تقدرش تنفذ الاوامر اللي جايه من مخك. فيا ريت يعني ايه، العبوا باريحيه جامده جدا. ما تشيلوش هم. جمهوركم مش زعلان منكم، انتوا وصلتونا المرحله اللي احنا بننافس ريال مدريد. فاهمين انتوا وصلتونا لايه، فاحنا مش زعلانين منكم مهما كانت النتيجه. بس ما تبقاش فضيحه يعني ان شاء الله. فربنا يكرم ان شاء الله ويسترها على النادي الاهلي باذن الله النهارده، ونفرح يا رب، نفرح بالليل النهارده. ويا مسهل باذن الله. وبالنسبه للخطط والكلام اللي بيتقال على كل الكلام ده، بص انت النهارده مش يوم خطط ومش يوم، النهارده يوم لعيبه رجاله. النهارده لعيبه عايزه تعمل حاجه لناديها، لعيبه عايزه تعمل حاجه لجمهورها، لعيبه عايزه تكتب حاجه في تاريخها والسي في بتاعها. انت الماتش ده النهارده هيعمل لك نقله في تاريخك. يعني اللعيبه النهارده اذا ربنا كرم ان شاء الله يا رب باذن الله بحق جاه حبيبك سيدنا محمد وآل بيته الكرام، لو حصل وكسبنا النهارده ان شاء الله، اللعيبه دي كلها هتفرق في حته تانية خالص. مش بعيد ناس كتير منهم تروح تلعب في اوروبا وانديه كبيره. انك تلعب ماتش حلو قدام ريال مدريد، لا العين كلها عليك النهارده، والعين على لعيبتك، وخاصه ديانج وهاني وعبد المنعم، وفي كام لعيب كده ان شاء الله فرصهم هتبقى احسن في الاحتراف بعد الماتش ده. فشدوا حيلكم، ومستنيين منكم ان شاء الله نشوفكم رجاله ونشوف اداء حلو، ونتقابل بعد الماتش باذن الله، ويكون الاهلي منتصرا باذن الله. السلام عليكم.